ورجعنا تاني ميكس جديد لتراك بحر. معانا النهارده الميكس اللي عمله خوفو. اللي عاوز يشارك معانا في الميكس هيلاقي اول تعليق موجود فيه البوست اللي تقدر تحمل منه الاستيم وتقدر تسيب فيه الميكس بتاعك هناك. يلا بينا نبدأ بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم لاتينو. النهاردة هنشوف ميكس خوفو. قبل ما نبدأ بس لو انت شفتش الفيديوهات اللي فاتت اتفرج عليها برضه هتستفيد، وياريت الناس تشارك وما تخافش من حاجة، لان التفاصيل اللي انا بقولها لك انت هتجربها عندك. حسيت ان الصوت اتطور هتبقى انت استفدت حاجة. الحاجة دي بتدفع فيها فلوس وبتدفع فيها وقت وبتدفع فيها مجهود كبير، هي ان انت تحفظ الأوضة بتاعتك وتعرف هي بتضحك عليك في ايه. فتشجعوا كده، نزلوا الستيمز وشاركوا معانا. مبدئيا الميكس دوت فيه نفس المشكله بتاعت الترو بيك اللي اتشرحت في الفيديو اللي فات، فانا هاجي من هنا واقوم مقلله نص دي بي عشان ما يحصلش عندنا اي مشكله فيه. يلا بينا نروح نسمع خوف وعمل ايه في الميكس. مسطورة لكن مستخبي ورا الصورة، كم تفصيلة ما تهمكش. كبرنا واتحطينا والقلوب بقت معذورة يضايقها النكش. عندي حوارات وليلة كبيرة وكم حكاية السرد فيها ما يناسبكش. كفاية تفوق نفسك ما تعدلش الكون، حال الناس ما يشغلكش. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وظهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر. احب اجيبها من شقايا مش برمي الزهر. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وظهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر. احب اجيبها انا ودماغي مش برمي الزهر. ما تحركش ساكت. very good mix. بالانس حلو قوي، استخدام ريفربات موفق جدا، اكيوينج كويس. في حاجات صغيرة محتاجة تتطور هنتكلم عليها ونشوفها بعد شوية، بس في حاجة كانت محتاجة شوية ان احنا نلتفت ليها وهي الويدث، العرض. انا حاسس شوية ان الميكس صغير، فتعالى نشوف لو عملنا ماتش مع الميكس بتاعي وجينا نسمع نشوف. هتحس ان الميكس بتاعك ويل بالانسد وكل حاجة فيه حلوة والتفاصيل باينة، مفيش اوفرلاب في الفريكوينسيز في حاجات كتير. بس اول ما احاول على الميكس بتاعي هتلاقي الدنيا بقت اوسع شوية، حلوين. مسطورة لكن مستخبي ورا الصورة، كم تفصيلة ما تهمكش. كبرنا واتحطينا والقلوب بقت معذورة يضايقها النكش. عندي حوارات وليلة كبيرة وكم حكاية السرد فيها ما يناسبكش. كفاية تفوق نفسك ما تعدلش الكون، حال الناس ما يشغلكش. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وظهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر. اوكي، فدي حاجة محتاجين نلتفت ليها. طيب here's one tip، حاجة مهمة. تعرف منين الميكس بتاعك واسع كفاية او يستحمل ان هو يتوسع تاني؟ لما بتبص على الكورليشن ميتر، ممكن تستخدم اي ميتر تاني او اي بلجن تاني، واللي عاوز يشوف شرح البلجن ده يظهر لكم لينك ليه فوق دلوقتي. لو لقيت ان الميكس بتاعك موجود فوق طول الوقت بيميل ان هو يطلع ناحية الواحد، او هو بعيد عن الزيرو، فيبقى هو يستحمل ان هو يتوسع. فاحنا دلوقتي هنحل المشكله بتاعه الوسع وبعدها هنتكلم على السلايتلي انبالانس في اللو اند. تعال الاول نحل مشكله الوسع بتاعتنا. نشوف بس الاول على الوضع الحالي هو عامل ايه عندنا. لو نزلت تحت الزيرو يبقى في اوت اوف فيز، يبقى في استخدام اوفر للستيريو ايمجينج بلجن، يا اما من على الماستر يا اما من ميكس التراكات الفرديه. مسطورة لكن مستخبي ورا الصورة، كم تفصيلة ما تهمكش. كبرنا واتحطينا والقلوب بقت معذورة. شفتوا معظم الوقت رايح او بيميل ان هو يطلع ناحية فوق، فاحنا ممكن نطور ده جدا عن طريق ان احنا نفتح مثلا بلجن من اشهر البلجنز اللي هتلاقيه موجودة عند تقريبا كل الناس اللي بتتفرج، ونوسع الميكس بتاعنا شوية. هنعمل كده، عاوزين ده يكون موجود قدامنا، ونفتح البلجن ونشوف هنوصل لغاية فين في الويدث قبل ما يحصل عندنا مشكلة في الفيز. مسطورة لكن مستخبي ورا الصورة، كم تفصيلة ما تهمكش. كبرنا واتحطينا والقلوب بقت معذورة يضايقها النكش. عندي حوارات وليلة كبيرة وكم حكاية السرد فيها ما يناسبكش.
كفاية تفوق نفسك ما تعدلش الكون، حال الناس ما يشغلكش، والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وضهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر، احب اجيبها من كده شوية الميكس بقى أوسع، ودي حاجة الكلاينت برضو بيكون مهتم بيها، ان هو ما يحسش ان الدنيا صغيرة وان الصوت مكتوم عليه. ممكن بقى نحل المشكلة بتاعت الانبالانس اللي موجود في اللو اند. دي كانت ممكن تتحل شوية، ان الكيك تنزل مثلا 1 دي بي او 1.5 دي بي، والبز يطلع سنة. انا طبعا ما عنديش الستيم، فحاول اعمل ايميوليت لدوت. هوطي مثلا ممكن نقول حوالي 2 دي بي، ونفتح ليمتر هنا نعوض ال 2 دي بي علشان ايه الميكس عندنا يفضل واقف على نفس تقريبا البالانس بتاعه. خلي الاوتبوت بتاعنا -نص، ونحط هنا 2 دي بي. تعالوا نظبط العلاقة ما بين الكيك والبيز، ممكن كمان نظبطها قوي هنا على الجزء ده. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وضهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر، احب اجيبها من شقايا مش برمي الزهر. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وضهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر، احب اجيبها انا ودماغي مش برمي. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وضهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر، احب اجيبها من شقايا مش برمي الزهر. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وضهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر، احب اجيبها انا ودماغي مش برمي. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وضهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر، احب اجيبها من شقايا مش برمي الزهر. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وضهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني. اللي عملته دلوقتي ان انا عملت تيم سنة صغيرة قوي للكيك، ورفعت البيز، بس لما كنت بروح شوية ناحية حاجة هتأثر فيه قوي، حصل باد سايد ان الفوكال بقى ماضي، فمش عاوز اعمل كده، بس عاوز اسمعك انا كان قصدي ايه. لما اقفل وافتح ركز على العلاقة ما بين الكيك والبيز، صوتهم بقى عامل ازاي. قبل الاكيو هتحس ان الكيك اوفر او دومينيتد، مسيطرة قوي، والبيز موجود وسامعينه، بس هو باين انه محتاج يتزقلها يطلع لها فوق شوية. لكن بعد الاكيو هتلاقيهم يعني العلاقة بينهم بقت متناسبة اكتر مع بعض. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وضهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر، احب اجيبها من شقايا مش برمي الزهر. والزعل من الصح بيملى بطنه مية بحر. بتقولي من زمان لنفسي ايدين وكتاف وضهر، وبجري كل يوم من فتحة عيني لاخر الشهر. وده برضه هيبان قوي وهنحس بيه هنا، لان هنا كان باين ان الكيك عالية لعدم وجود الخط بتاع البيز. مسطورة لكن مستخبي ورا الصورة، كم تفصيلة ما تهمكش. كبرنا واتحطينا والقلوب بقت معذورة، يضايقها النكش. عندي حوارات وليلة كبيرة، وكم حكاية السرد فيها ما يناسبكش. بس دي الحاجات الأساسية اللي أنا شايف إن إحنا كنا ممكن نشتغل عليها شوية في الميكس، ونخليها تبقى شبه ما إحنا وصلنا كده. أتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. أي حد عنده أي سؤال يتفضل يسيبه في الكومنتات، وأشوفكم في تقييم لميكس جديد. سلام.